لأول مرة بنشوف فيلم عربي رعب 3D. حقيقي الفكرة كانت عجباني ومستفزياني جدا. مستني اشوف هيبقى عمل مميز ولا اي كلام. هنعمل فيلم 3D بجد ولا هنعمله عشان نقول ان احنا بنعمل 3D وانا اول واحد عملت 3D وخلاص؟ وده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة في حلقتنا، لاننا هنتكلم عن اول فيلم عربي مصري 3D. وطبعا كالعادة هنتكلم مع بعض بالتفصيل في قناتكم قناة ماستر سين عن فيلم يوم 13. بس طبعا قبل ما نتكلم في اي تفاصيل تخص الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل حاجه دي احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. دراعه اليمين اسمه يا مساء الفل عليكم في قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف وهنتكلم حالا مع بعض عن فيلم يوم 13. بس قبل ما نتكلم مع بعض عن تفاصيل الفيلم حابب اتكلم معاك الاول عن تكنيك ال 3D. طبعا كلنا فاهمين كلمه 3D انها اختصار ل 3 دايمنشنز اللي هي ثلاثي الابعاد، بس اللي انت ما تعرفوش التكنيك اللي بتصور بيه الفيلم ده. واللي بيحصل في التصوير ان احنا بنجيب كاميرتين في نفس الوقت بيصوروا نفس المشهد، بس بيكون في فرق بين كل كاميرا والتانيه تقريبا 6 سم ونص اللي هي المسافه بين العينين، حاجه بسيطه كده خالص. والمشهدين دول بيدمجوا مع بعض وبتعرضوا مع بعض في نفس اللحظه، وانت كل عين بتستقبل كل مشهد لوحده. وهنا يجي دور النضاره اللي احنا بنشتريها واحنا داخلين السينما. النضاره دي بتجمع المشهدين وبتخلي المخ يستقبله اكنه مشهد واحد بس، وده لان العين اليمين والعين الشمال بيدمجوا الصوره مع بعض اوتوماتيك، وده بقى اللي بيخلق عمق جوه الشاشه وكمان بره الشاشه. وطبعا بينتج عنه الايفكت او التاثير بتاع الحاجات اللي بتطير بره الشاشه وتبقى هتخبط فينا واحنا بنتفرج. ومع الوقت بقى في احترافيه اعلى في تطبيق التقنيه دي. كده انا شرحت لك بمنتهى البساطه ازاي بيتم تصوير ال 3D، بس طبعا تطبيق الموضوع مش بسهوله شرحه، الموضوع صعب جدا ومعقد جدا. واعتقد ان ده السبب اللي خلانا احنا نتاخر قوي كمصريين ان نعمل عمل 3D. فيلمنا من بطوله النجم المميز جدا احمد داوود ودينا الشربيني ومجدي كامل ومحمد ثروت وشريف منير. ده غير ان في مجموعه كبيره جدا من ضيوف الشرف اللي اضافوا كتير قوي للفيلم وللاداء، وعلى راسهم اروى جوده ومحمود عبد المغني وكمان جمانة مراد واحمد زاهر. الفيلم من انتاج وتاليف واخراج وائل عبد الله. وده هنا يخليني اسال سؤال مهم جدا، هل وائل عبد الله ما لقاش حد ينتج له الفيلم؟ هو كده كده بينتج من زمان انا عارف ده، بس هل هو ما لقاش منتج يحب ياخد الريسك وينتج النوع ده من الافلام؟ كل المنتجين بتحب تلعب في المضمون، فالراجل قال انتجه انا لنفسي. طب هل هو انتجه لنفسه واخرجه هو كمان عشان مش واثق في حد يعمله زي ما هو ما عايز، ولا هو كان متبني الفكره وحابب يعمل عمل فريد من نوعه يكون منسوب ليه لوحده؟ انا عن نفسي اتخيل ان وائل عبد الله ما كانش عنده الثقه الكافيه ان يخلي حد غيره يخرج الفيلم ده حتى لو هو كان مستعد ينتجه. تعالوا بقى نتكلم عن قصه الفيلم. بتدور قصه الفيلم حوالين شاب اسمه عز الدين كان عايش في كندا بره مصر، وبيرجع القاهره عشان يبيع القصر بتاعه لانه محتاج فلوسه. بس القصر ده كل الناس عارفه ان هو مسكون وبيطلع منه اصوات وانوار وحاجات غريبه جدا، وطبعا هو مش هيعرف يبيع القصر طول ما هو بيتقال عليه مسكون، فهو بيقرر انه يعيش في القصر عشان يلغي فكره ان هو مسكون دي من دماغ الناس اللي ممكن يشتروا المكان. وبتحصل احداث كتير قوي مثيره ومميزه جدا جوه الفيلم، وطبعا انا مش هحرقها لك عشان تتفرج على الفيلم. وبصراحه بالنسبه لي الفيلم كانت تجربه بصريه مميزه جدا وممتعه جدا جدا. ما كنتش اتخيل ابدا اننا نقدر نعمل فيلم 3D بالجوده دي وبالحلاوه دي. انا كنت حاسس ان انا بتفرج على فيلم رعب اجنبي واخد نفس التيبه نفس المود نفس الستايل. مش قصدي ان هو ناحت، لا، قصدي ان هو واخد نفس الروح. شفنا قبل كده تجارب كتير لعمل فيلم رعب مصري لكن كلها كانت بعيده عن اللوجيك وبعيده عن المنطق. هو هنا بيستخدم بذكاء شديد جدا الباك جراوند بتاعك في الافلام الاجنبيه، بيلعب على نفس الريفرنس بنفس الستايل عشان ما تحسش ان انت بره المود. وعرف وائل عبد الله يعملها حلوه جدا وبطريقه شيك قوي ومميزه قوي. ده غير ان مشاهد ال 3 دي معموله باحترافيه عاليه جدا من اول لقطه في الفيلم وانا شفت ال 3 دي. ده غير ان في مشاهد كتير قوي في نص الفيلم فيها 3 دي مميز جدا، حرفيا الراجل اللي جنبي كلبش في دراعي كذا مره. ده غير مشاهد الرعب اللي بتعتمد على الخضه بتاعه الكاميرا برضو معموله حلوه قوي وشيك قوي. هي كانت كتيره سنه بس كانت حلوه ومقبوله جدا بالنسبه لي. تفاعل الناس مع الخضه في قاعه السينما كان مميز قوي وكان باهرني. في افلام اجنبي دخلتها ما لقيتش التفاعل ده من الجمهور مع اللي بيحصل، لكن الفيلم ده عشان بيتكلم لغتك وعايش في شوارعك فانت حاسس بيه قوي وواصل لك قوي. فعلا التجربه مميزه والواحد لازم يشهد لها ونسقف ونشيد باي حد بيعمل حاجه مميزه وبياخد خطوه لقدام. انا كنت فاكر ان انا هخرج من الفيلم متضايق وندمان ان انا دخلت
دخلت الفيلم اصلا. لكن بصراحه الفيلم فاق توقعاتي. هو انا فعلا اتضايقت بس عشان ما دخلتش الفيلم في اي بي. الفيلم ده يستحق ان انت تشوفه في اي بي، وانا فعلا بفكر استنى موسم العيد يخلص واخشه تاني في اي بي. يمكن انا عندي عتاب وحيد على المنتج والمخرج والمؤلف وائل عبد الله، ان انت ما عملتش دعايه كافيه للفيلم. في رايي الشخصي ان فيلم زي ده محتاج يتروج له اكتر من كده بكتير. انت بتعمل سبق، بتعمل حاجه جديده محدش عملها، محتاج تسترس على النقطه دي. انت بتعمل اول فيلم مصري 3 دي، اول فيلم رعب مصري 3 دي، محتاج كنت تعمل دعايه اكتر من كده بكتير، خصوصا ان انت نازل في موسم العيد، واحنا كشعب مصري بنحب النوعيه دي قوي من الافلام. هو كان في دعايه بتحصل بس جوه قاعات السينما بس، يعني اللي ما بيخش السينما ما يعرفش ان في فيلم رعب 3 دي بيتعرض دلوقتي. فانت صرفت كل ده على الفيلم، انت كنت محتاج تصرف كمان شويه على الدعايه عشان خاطر انت تستفيد والناس تعرف ان في عمل مميز نازل زي ده. لان انا حرفيا خايف الفيلم يتظلم ويتهرس وسط دوشه العيد وزحمه العيد دي. الواحد بيتبسط جدا لما بيشوف منتجين ومخرجين بيخرجوا بره الصندوق، بيغامروا، بيحاولوا يعملوا حاجه جديده، حاجه بتفرح. وائل عبد الله بيحاول يحطنا على التراك المظبوط. احنا متاخرين جدا في موضوع اننا نعمل فيلم 3 دي، ومش بس كده، لا ده انت عملته حلو جدا بصراحه. وعايز اقول لك ان كمان الممثلين خلوني قاعد بتفرج على الفيلم مش حاسس بملل. يمكن النوعيه دي من الافلام لما بنتفرج عليها بره بنلاقي ان هم دايما بيعتمدوا على شباب جديده مش معروفه، انما هنا في الفيلم الراجل جايب ممثلين تقال كل واحد ليه اسمه، حتى ضيوف الشرف جايبهم ناس تقيله جدا. على الرغم ان النوعيه دي من الافلام ما بتعتمدش قوي على التمثيل، تعتمد اكتر على حركه الكاميرا والزوايا والموسيقى وكل المؤثرات السمعيه والبصريه، وبصراحه كلها كانت معموله بيرفكت وحلوه جدا. ضيف بقى على ده ان الممثلين كمان عملوا اداء مميز جدا، وكمان وجود واحد زي محمد ثروت اضاف طابع كوميدي حلو قوي وسط اللي بيحصل ده كله. الكوميديا بتاعته كانت جميله ولطيفه جدا. هو محمد ثروت اللي احنا متعودين عليه، لكن في اللاين بتاع الرعب كان لطيف قوي ومقبول قوي بالنسبه لي. وللامانه كل ممثل عمل دوره حلو قوي، محمود عبد المغني، شريف منير، اروى، كل الناس عملت ادائها بطريقه حلوه جدا وسيمبل جدا. ده غير ان التقطيع بين الاحداث الفلاش باك والحاجات اللي بتحصل دلوقتي كانت معموله باحترافيه عاليه قوي. الافكت بتاع التصوير اللي هو اسود واحمر ده انا بحبه جدا اصلا. اللون الاحمر لما بيبقى زاهي والصوره ابيض واسود بتبقى شكلها حلوه جدا. الافكت ده اول لما نزل كان في تليفوني وكنت بصور كل حاجه في حياتي بالطريقه دي. فتخيل بقى معايا ان في مشاهد معموله فيها اروى جوده لابسه فستان احمر، شكله وسط الابيض والاسود هيبقى عامل ازاي. جمانة مراد حاطه روج احمر فاقع والمشهد كله ابيض واسود. شويه تفاصيل كده هو واخد باله منها وعاملها باحترافيه حلوه جدا. ده غير كمان ان قفله الفيلم كانت صايعه جدا ومميزه جدا جدا، وسابت باب مفتوح لجزء تاني. وانا بصراحه اتمنى اشوف جزء تاني وتالت وعاشر من السلسله دي. بيتهيألي ان حماسي وصل لك بالقدر الكافي، وانت شايف قد ايه انا متحمس جدا للتجربه ومبسوط منها قوي. اتمنى ان انت كمان تخشوا سينما، لان في السينما هيبقى الموضوع مختلف تماما، وما تفوتش الفرصه دي انك تشوف الفيلم ده بالستايل ده جوه السينما. ويا رب الحلقه تكون عجبتك، ولو عجبتك فعلا بقى ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر، لان انا مش اكبر غير بيك انت.